اقول لكم على مفاجأة تانية. الرابطة بعتت لاتحاد الكورة خطاب تسأله، تقول له ما هي الدوافع والأسباب التي أدت إن اتحاد الكورة يمنع وفد النادي الأهلي من إن هو يعرف ماذا جرى في الفار. أنا مش قلت لكم الرابطة طرف في الخفاء، وإنه كل ده طمس مجهود أحمد دياب من السنة اللي فاتت والسنة دي من ضمن القصص، مش أهلي بس، وأحمد دياب في الرابطة. الرابطة بعتت رسمي تسأل اتحاد الكورة، مش عارف امبارح ولا النهارده، تعرف هو ليه الرابطة بصفتها هي اللي بتحمي حقوق الأندية. رابطة الأندية المحترفة مش بس هي بتنظم الدوري، بتحمي حقوق الأندية. يعني لو نادي ليه رعاية متأخرة، نادي عنده مشكلة ما، نادي عنده، الرابطة من حقها تتدخل وترفع من موارد الأندية بجانب تنظيمها للمسابقة وتحديد عقوبات المسابقة. فالرابطة بعتت لاتحاد الكورة ودخل الطرف، وهذا الكلام لم يعلن حتى الآن. اتحاد الكورة عمال يفكر دلوقتي، يقول لك بكرة ممكن يتسرب انه اوسكار رويز التصريح اللي قاله ده معاه حق، لان هو ما يعرفش احنا اصلا اللي خاطبنا الاتحادات الاهليه. ماشي، خد بالك اتحاد الكوره بقى مصداقيته على المحك امام الراي العام. مصداقيته بعد تصريح اوسكار رويز بقت على المحك دلوقتي. طيب اذا انت خاطبت الاتحادات دي بخطابات رسميه طلعها لنا، صح كده؟ دي بقت قضيه راي عام دلوقتي. اذا انت اصل خد بالك، ده انت اذا ما كنتش عملت كده واشتغلتونا فعلا سنه كامله، ده انت مؤسسات الدوله، ده في شركات بتشتغل على تنظيم مباراه زي مباراه القمه، شركه تذكرتي والرعايات المتحده للرياضه والتنظيم النادي الاهلي اللي كان مسؤول عن تنظيم المباراه والحقوق البث التلفزيوني، القناه اللي هي واخده حقوق البث اون سبوت، وشركات الامن المتخصصه بتامين الملعب، وكل المؤسسات دي انت اشتغلتها. خد بالك بجانب بقى الاضاءه والكهرباء واستاد القاهره اللي جهز وايجار الملعب وكل الكلام ده، وحرمان الجمهور المباريات القمه في العالم كله، مش في مصر بس ولا الوطن العربي بس، في الدنيا كلها، بجانب شكلنا اللي تاثر بهذا القرار وما نشر في كل وكالات الانباء في العالم. كل الكلام ده بقى، هل فعلا اتحاد الكوره اشتغلنا، ولا هيقول لنا بكره اوسكار رويز فعلا مش هو اللي بيخاطب الاتحادات، احنا اللي خاطبنا، عايزين نطلع الجوابات دي. ويا ضربه دخلك شهر طلعوا لنا الجوابات دي عشان نشوف، عشان ما نبنيش ارائنا وتحليلنا وطريقتنا وحكمنا. حتى الان حكمنا بيقول ان اتحاد الكوره اشتغل.